قول لي لعيب من اللعيبه اللي في ال11 دول يخشوا في تشكيل 2006 الا محمد صلاح ولا واحد. منتخب مصر قاعد على الدكه احمد حسن وابو تريكه، حسني عبد ربه ومحمد شوقي وعمرو زكي وعماد متعب وزيدان. لو الاعلام ما هاجموش ما تفائلش. طيب في نهائي افريقيا 2010 ضد غانا، اول لما جت الدقيقه 70 في المباراه بيحصل حدث غريب لمصر كلها، كله في نفس واحد سواء في الاستاد او على القهوه او في البيوت، بيطالب بنزول جده من على الدكه عشان يسجل هدف زي ما كلنا متعودين كل مره، وكأن الكل كان متاكد ان هو هينزل ويسجل، والغريب ان جده فعلا بينزل وبيسجل هدف ويكسبنا البطوله. طيب مصر كوت ديفوار، لكن مسار كوره صدت جول 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 جول. يا جدو يا جدو. جده كان البديل الذهبي لكابتن حسن شحاته في البطوله دي، وكان معودنا كل ماتش ينزله اخر تلت ساعه عشان متفائل بيه، لدرجه خليته ياخد هداف البطوله من غير ما يلعب ماتش واحد اساسي. والفكره كمان ان جده كان لاعب مغمور في نادي الاتحاد السكندري ومحدش يسمع عنه، وحسن شحاته قرر يراهن عليه ويضمه للمنتخب وعلى حساب ميدو اللي كان مستحيل حد يتوقع ان يتم استبعاده في الوقت ده. فمنين كابتن حسن شحاته والجمهور واللعيبه واثقين قوي كده ان جده كل مره هينزل وهيسجل؟ قصه البديل الذهبي مع كابتن حسن شحاته ما كانتش دي بدايتها يوم ما قرر يخرج ميدو في ماتش السنغال وينزل مهاجم انبي الشاب عمرو زكي. واكيد فاكر مشهد الخناقه طبعا اللي اتعمل مين في كل مكان، بس برضه في عز ما الخناقه شغاله عمرو زكي بيستغل عرضيه من ابو تريكه ويسجل هدف الفوز من اول لمسه ليه في الملعب. اكيد بدات تلاحظ التشابه في الاحداث بعيدا عن وجود ميدو في القصتين، بس هي نفس التفاصيل، براهن على لاعب وجه جديد وفي كل مره بتجيب معايا. اقفش التفاصيل، هي التفاصيل اللي عملها حسن شحاته كل مره وفي كل بطوله وخلته يبني جيل تاريخي لمنتخب مصر. بس هل ده كان صدفه ولا كان مقصود؟ فاهلا بيك يا ملك، انا شرنوبي وقلت ما جيلكش وايدي فاضيه. انا عارف ان انا وانت عمرنا ما هنزهق من الجيل ده وحكايه البطولات الثلاثه في افريقيا، بس تعال نحكيها بشكل مختلف. الجيل اللي قدر يهكر قاره افريقيا بالكامل ما كانتش بدايته من 2006. منتخب مصر في الوقت ده كان مدربه الايطالي ماركو تارديلي، باداء متردد ونتائج سيئه كان قريب من الاقاله، وفعلا خساره مصر من ليبيا 2-1 اعلنت نهايه رحلته مع منتخب مصر. وفي نفس الوقت ده كان المعلم حسن شحاته بيدرب المقاولين العرب وبيوصل لنهائي كاس مصر ضد الاهلي وبيقدر يفوز عليه 2-1 ويحقق البطوله. كل ساعتها قال انه مجرد حظ والظروف خدمته، بس بعدها بيقدر ياكد على قدرته كمدرب ويفوز على الزمالك 4-2 في السوبر المصري وبيحقق البطوله. الكلام ده كله والمقاولين العرب كان بيلعب في الدرجه الثانيه مش في الدوري الممتاز، عشان بعدها عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكوره في الوقت ده يعينه مدرب مؤقت لمنتخب مصر، بس مش عشان الميني معجزه اللي عملها مع المقاولين العرب، لا الموضوع كان اعمق واهم من كده. كابتن النادي الاهلي يجيب مدرب المنتخب زملكاوي كابتن الزمالك المسائل تهدى شويه. انا اسف، رغم ان المعلم كان جاي بشكل مؤقت لاننا خلاص كنا خرجنا اكلينيكيا من تصفيات كاس العالم والمباريات اللي متبقيه كانت مجرد تحصيل حاصل، يعني بيحاول يسوق المركب مش اكتر لحد ما يجيبوا مدرب اجنبي. بس كابتن حسن شحاته من اول يوم كان جاي وعامل حسابه انه يبني قوام للمنتخب، ولو انا وجودي صدفه فهي فرصه وحاول اتمسك بيها، واستغل معرفته بجيل الشباب اللي اخد معاهم افريقيا في بوركينا، وكمان استغل ان الدوري المصري كان في قمه التنافسيه في الوقت ده. الاهلي كان اون فاير مع مانويل جوزيه، والزمالك كان عنده كام لعيب مهمين، والاسماعيلي بلعيبه شباب في قمه تالقهم، وانبي والحرس نفس الكلام. ولكن المشكله ان اللعيبه دي بينقصهم الخبره الدوليه، والمعلم بيبدا يعمل ماتشات وديه كتير عشان يقدر يستقر على القوام الاساسي. كان اهم ماتش فيهم هو اكتساح بلجيكا 4-0، ومتعب واسامه حسني عملوا ماتش عمرهم على مدافع كده راح السيتي بعديها بسنتين اسمه كومباني. وبيكمل المعلم حسن شحاته المباريات المتبقيه من تصفيات كاس العالم، رغم ان الامل كان انتهى بس بيقدر يقدم اداءات قويه مع المنتخب. واتحاد الكوره بيحاول يعادل مؤقت لعقد رسمي كده رسميا المعلم حسن شحاته مدرب لمنتخب مصر في افريقيا 2006 اللي مصر هتكون الدوله المستضيفه فيها. بس كالعاده اي مدرب وطني هيدرب منتخب مصر لازم يتحارب من كل الجهات، ما بين ناس مستكتره عليه المهمه وما بين تشكيك في قدراته وما بين صراعات شخصيه. والتشكيك ده بدا يبقى هجوم لما كابتن حسن شحاته قرر يستغل التوقف الدولي قبل البطوله بايام ويعمل ماتشين وديين مع جنوب افريقيا وتونس، ولكن منتخب مصر بيخسر بنفس النتيجه في المباراتين 2-1. وهنا لازم تعرف معلومه عن المعلم، كابتن حسن شحاته كان بيستغل اي توقف عشان يلعب ماتشات وديه، وخصوصا قبل بطوله 2006 لان زي ما انت عارف المنتخب لسه بيتجمع، وكان مش مهم النتيجه، المهم ان هو يستقر على القوام والطريقه ويزود التناغم. وهتعرف حجم المكاسب من الماتشات الوديه دي قد ايه بس قدام شويه. وعايز اقول لك ان في الوقت ده اي حد بيطلع 5 دقايق على اي قناه فضائيه او معاه قلم في جورنان كان بيهاجم وينتقد حسن شحاته وكره منتخب مصر. كمان الانتقاد كان بيوصل للعيبه زي ابو تريكه انهم لعيبه محليه مش دوليه. وكان في الفتره دي يقول لك ابو تريكه بيظهر بمستوى كويس جدا مع الاهلي، انما مستوى المنتخب ما بيقدمش نفس المستوى، ده لعيب محلي. الانتقادات دي ما كانتش بسبب الخسارتين في الماتشات الوديه قبل البطوله، لكن بسبب لعبه بطريقه 3-5-2 واعتماده على الليبرو اللي بقت طريقه قديمه وتقريبا ما حدش بيلعب بيها، لدرجه خلت مسؤول في اتحاد الكوره يروح لمانويل جوزيه ويحاول يقنعه بتدريب منتخب مصر قبل البطوله بحوالي اسبوع، ولكن مانويل جوزيه بيرفض وبيقول ان منتخب مصر عنده مدرب كبير. افريقيا هنا 2006 من ضمن الحاجات اللي يمكن في ناس كتير ما تعرفهاش ان قبل البطوله ما تبدا باسبوع
اسبوع راحوا لمستر مانويل جوزيه عشان مستر مانويل جوزيه يجي يمسك المنتخب، رفض ان هو يمسك وقال انتوا عندكم مدرب كويس. رغم ان الخساره كان فيها تشكيك، بس اهم من الفوز هي المكاسب اللي المنتخب اخذها من الماتشات الوديه، خلته يعرف ان طريقه 4-4-2 فيها ثغره في الدفاع ومش مناسبه لمنتخب مصر، وعشان كده بدا يغيرها ل 3-5-2 اللي هيسيطر بيها على افريقيا كلها رغم الهجوم عليها. وكمان اللعيبه عرفت بعضها اكتر وزود التفاهم بينهم. وكمان الماتشات الوديه ادت فرصه لعصام الحضري ان هو يلعب اساسي، لان قبل البطوله الحضري ما كانش هو الحارس الاساسي للمنتخب، كان عبد الواحد السيد اللي ظهر بمستوى مش مطمئن في المباريات الوديه بعد رجوعه من الرباط الصليبي، ودي خلت حسن شحاته يقرر يدي فرصه اكتر للحضري اللي طبعا اتمسك بيها وقدم اداء قوي خلته يبقى الحارس الاساسي في افريقيا 2006. انت متخيل لو كان رايح دماغ وما لعبش اي ماتشات وديه عشان ما حدش يمشيه، ما كانش غير الطريقه ل 3-5-2 ولا كنا شفنا عصام الحضري في البطوله دي اللي هيبقى واحد من اسباب فوز المنتخب بيها بعد كده. بس المعلم خلاص بيستقر على القائمه النهائيه اللي هتلعب مع البطوله، وفي وسط كم الانتقادات والتشكيك بتبدا البطوله. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كأس الأمم الإفريقية 25. القرعه وقعتنا في مجموعه الموت، معانا ليبيا والمغرب وكوتيفوار اللي صعدت على حسابك لكاس العالم. بس هنا انا مش جاي احكي لك عن اهداف ولا مين سجل، انا جاي احكي لك تفاصيل، لان التفاصيل دي هي اللي خلت الجيل ده يقدر يتغلب على منتخبات افضل منه. منتخب مصر بيقدر يفوز 3-0 على ليبيا في اول ماتش، وبعدها بيتعادل مع المغرب 0-0، ومش عارف احمد فتحي ضيع دي ازاي، وبيقدر يفوز على كوتيفوار 3-1. حلو ماتش كوتيفوار ده، هاته كوتيفوار كانت المرشح الاول للبطوله بلعيبه كلها محترفه، وده كان اصعب اختبار، لان خساره الماتش ده مش بس هتدخلك في حسابات، ده هيزود الشكوك عليك، خصوصا ان البطوله على ارضك. الماتش ده مفترق طريق جدا للجيل كله. الماتش ده لو ما كملناش وخدنا، سيبك من خدنا البطوله، لو ما كملناش كان الجيل ده كله مش هتقول عليه حاجه، يعني خلاص هيتنسي. بس المعلم عمل اكتر حاجه احنا مفتقدينها دلوقتي، عزل اللعيبه تماما عن اي لقاءات صحفيه وخلى تفكيرهم مواجهه بس في الماتش، وفعلا ده بيجيب نتيجه، ومنتخب مصر بيبدا المباراه بضغط وتركيز. ويجي موعد الرهان الاول. المباراه دي كانت اول مشاركه لحسام حسن كبديل في البطوله وهو عنده 40 سنه، لان قبل ما البطوله تبدا كابتن حسن شحاته تعرض لكميه انتقادات كبيره بعد ضم حسام حسن للقائمه، وفعلا كانت غريبه في الوقت ده على المستوى الفني، لانه مش بس عنده 40 سنه، انت ضامن معاك 5 مهاجمين غيره وكلهم فورمه، متعب وعبد الحليم علي وميدو سامح حسني وعمرو زكي، فايه السبب ان انت تضمه؟ كابتن حسن شحاته ما كانش محتاج حسام حسن في الملعب على قد ما محتاج حماسه واسمه ككابتن للمنتخب مع احمد حسن، لان معظم اللعيبه دي كانت شباب اول مره تلعب بطوله افريقيا، فلازم يبقى معاهم لعيبه كبيره اخذت افريقيا قبل كده وعندهم احساس البطل ويبداوا يوصلوا للعيبه. وفعلا بعد اصابه ميدو في الشوط الاول اختار المعلم ينزل حسام حسن في اصعب مباراه في المجموعه، وده ريسك كبير، لكن بيكسب الرهان، وحسام حسن بيعمل اسيست لابو تريكه عشان يحتفل احتفال الطياره الايقوني. وكمان حسام حسن بيلعب بنفس حماس الشباب، مش فارقه معاه بقى افيال ايفواريه ولا اسود سنغاليه، وده راهن عليه كابتن حسن، وده ظهر في الهدف الثالث لما الكره اتزحلقت من على راسه وجات لعماد متعب وسجل الهدف الثالث عادي، الحمد لله، والدنيا كلها بتفرح وسعيده، الا كابتن حسام كان بيقول مره ان الكره اتزحلقت ومش هو اللي سجل الهدف. والحمد لله بنقدر نفوز على كوتيفوار 3-1، والمنتخب بيصعد اول المجموعه وهيقابل الكونغو في دور ربع النهائي. وما تزعلش يا كابتن حسام، اديك سجلت هدف، والمنتخب بيقدر يكسب الكونغو 4-1، وكده هنقابل الابراج السنغاليه. عارفين الابراج في فيلم ناصر صلاح الدين، ابراج الصليبيه اللي جابوها دي، هدول ابراج، انتوا عشان تصطدموا بالابراج دي انتوا الخسرانين. السنغال في الوقت ده كانوا معروفين بالاطوال وقوتهم البدنيه، والمباراه كانت مشدوده وكل على اعصابه، والنتيجه 1-1 لحد ما تيجي الدقيقه 80 لحظه تبديل ميدو، وده كان الرهان الثاني. مشهد خناقه ميدو ده انا بعتبره سبب في تجمع اللعيبه اكتر. ميدو في الوقت ده كان في عز تألقه مع توتنهام، وهو اللي عليه امال كبيره للمنتخب، ونظرتنا ليه ساعتها ان هو ده اللي هنحارب بيه المنتخبات الافريقيه اللي مليانه نجوم محترفه في احسن الدوريات، بس للاسف دماغه سوحته. هو في اللحظه دي هو اعتمد على نجوميته مع الجمهور، مش عاوز اقول الجمهور خذله بقى، 80,000 ولا 90,000 الملعب بيقولوا له بره. وفي لحظه ما الكل مش مركز في الماتش بسبب الخناقه بره الملعب، عمرو زكي بينزل ومن اول لمسه بيستغل عرضيه من ابو تريكه اللي اول مره يرفع برجله الشمال وبيسجل هدف الفوز، ويكسب المعلم الرهان الثاني والى المباراه النهائيه. بعد المباراه مسؤولين كتير حاولوا يتواصلوا مع المعلم لحل المشكله، لكن كابتن حسن شحاته رفض بشكل نهائي مشاركه ميدو او حتى جلوسه على الدكه. انت فاهم يعني ايه ما تقعدش مهاجمك المحترف في الدوري الانجليزي دكه؟ حتى ده ريسك عالي جدا، بس المعلم ما كانش هيلاقي احسن من ده موقف عشان يثبت فعلا ان محدش كبير على المنتخب مهما كنت نجم، وان عندك مدرب قوي وصاحب قرارات، وسمح له بس ان هو يقعد في المقصوره الرئيسيه في النهائي. وفي النهائي قدام كوتيفوار جه الرهان الثالث. الماتش راح للاشواط الاضافيه، وفي بدايتها بيقدر محمد بركات ياخد ضربه جزاء بحركه ذكيه كده وسط كميه ضربه من لعيبه كوتيفوار، ولكن احمد حسن المتخصص بيخش يشوطها ويضيعها. الاشواط الاضافيه بتنتهي بالتعادل وبنوصل لركلات الترجيح، وبنلاقي احمد حسن هو اول واحد داخل. مين هيشوط قلت له انا هشوط اول واحد، حتى كنت قال لي طب ما تخليها انت متاخر، قلت له انا عارف ان انا استعيد الثقه من زمان. ده ريسك مش طبيعي، مش من احمد حسن بس ومن كابتن حسن شحاته، لان هو لو ضيعها تاني هو شكرا كده هيشيل الليله كلها، وثقه كابتن حسن فيه ان هو وافق يخش يشوطها ده برده قرار مش اي مدرب ياخده، وفعلا احمد حسن بيخش وبيسجلها.
الان هوبا جول. ويجي اخر رهان في البطوله. الدور دلوقتي على عصام الحضري في التدريبات قبل المباراه النهائيه، وحراس المرمى كلهم بيتدربوا على ركلات الجزاء عشان لو المباراه وصلت ليها يبقوا مستعدين. لكن المشكله ان الحضري الحارس الاساسي لما بيتشاط عليه ضربات جزاء ما بيصدش. قبلها بيوم مع الكابتن حسن بنتمرن، شاط على كل جون حوالي 20 ضربه جزاء، انا ما صدتش يمكن ضربه واحده من 20 ضربه جزاء. عبد واحد صد حوالي 7 8، عبد منصف صد مثلا 10. وفي اليوم ده الكابتن حسن مستغرب ايه ده الحضري ما صدش ازاي. جه الكابتن احمد سليمان قال له يا كابتن لو جاي بكره ضربات جزاء ممكن نغير عبد منصف او عبد واحد في ضربات الجزاء. جه الكابتن بيقول لي حضرتك، قلت له يا كابتن يا فرحتي، ما انا ممكن ما صدش النهارده خلاص بس صده بكره. مع وصول المباراه لركلات الترجيح، المعلم حسن شحاته يقرر يكمل بالحضري وما ينزلش حد بداله من الحراس، وتيجي اول ضربه ترجيح لكوتيفار وعلى التنفيذ الملعب دروجبا، والحضري يصدها منه بكل ثبات. انا لو في مكان لعيبه كوتيفار والحضري صد اول ضربه ومن دروجبا وشه كان عامل كده بعدها انا هخاف. وفعلا الحضري بيكون قد الوعد وبيصد ضربه كمان، ويجي ابو تريكه وهو ما يعرفش انها الضربه الاخيره وبيسجلها. ومبروك البطوله الخامسه لمنتخب مصر. منتخب مصر من البدايه ما كانش مرشح للبطوله، لكن بيقدر يصدم الكل ويفوز بالبطوله الخامسه بتشكيله اغلبها من محليين بجيل جديد ما عندوش اي خبره دوليه. ساعات الفريق ما بيحتاجش مدرب عبقري تكتيكيا، محتاج بس سيطره وتنظيم وروح. صحيح البطوله كان سبب فيها الجمهور، لكن كابتن حسن شحاته عرف اللعبه بتتلعب ازاي. مش مهم اللعيبه كلها تكون نجوم على قد ما اللعيبه كلها تلعب كفريق. والمعلم كمان في البطوله بيكسب رهانات كتيره الاعلام والجماهير كانوا بيهاجموا عليها. صحيح بطوله 2006 ما كسبناهاش عشان عندنا احسن لعيبه في افريقيا ولا عشان لعبنا احسن كوره، بس قدرنا نكسبها عشان شويه قرارات وتفاصيل. بس لو انتوا عايزين تلعبوا كوره فتعالوا هنلعبوا كوره، يلا بينا. البطوله دي بالذات انا بحبها جدا ومعايا نوستالجيا ليها بشكل مش طبيعي، من اول شكل الكوره لاحتفال زيدان الشهير. والشكل والاداء في البطوله دي كانت نتيجه التاسيس الصح اللي اتعمل من المعلم في البطوله اللي فاتت. ده غير اننا دوسنا على وش كل منتخبات القاره في عز البرايم بتاعهم، لكن ده ما كانش الاحساس وقتها الكل كان بيقول ان المنتخب اخذ بطوله 2006 عشان كنا على ارضنا وبدعاء الوالدين والتوفيق كان معانا. فالاكيد ده مش هيحصل في 2008، وكالعاده طالما بطوله قربت يعني استلم انتقادات وتشكيك. وكمان اداء منتخب مصر في تصفيات افريقيا ما كانش مطمئن، رغم ان المجموعه كانت سهله بس ما قدرناش نكسب اي مباراه خارج ارضنا، وما قدرناش نصعد غير لما فزنا على بتسوانا 1-0 هنا في القاهره. والمعلم حسن شحاته كان قدامه اختبار للاعيبه الاهلي بالذات، ولانه من المدربين اللي بيهتم بالجانب النفسي والذهني للعيبه، والاهلي في الوقت ده كان خسران نهائي افريقيا من النجم الساحلي 3-1. ولاحظ ان نفسيه ومعنويات اللعيبه الموجوده في المعسكر في الارض، فازاي هيقدر يرجع تركيزهم ويجدد معنوياتهم واحنا داخلين على بطوله 2008 على ما اعتقد احنا خاسرين النهائي من النجم الساحلي هنا، وبقى ساعتها بعد البطوله خسرنا 3-1. اللعيبه بتاع النادي الاهلي نفسيا عانت بعد النهائي البطوله. كان عندنا 2008 اعاده بقى النفسيه للعيبه دي واستعدادها لشغل مين؟ شغل مدير فني المنتخب. كابتن حسن شحاته بيقدر يستقر على القائمه النهائيه مع المنتخب اللي هتلعب معاه في افريقيا 2008، بس فيها خسرنا لعيبه كتيره زي ميدو ومحمد بركات وعبد الزار السقا ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه، وكمان اعتزال حسام حسن. بس الاختلاف المره دي عن بطوله 2006 ان في استقرار على القوام الاساسي للمنتخب، وبدا يضم لعيبه جديده زي سيد معوض وحسني عبد ربه وكمان زيدان المحترف في بروسيا دورتموند عشان يكونوا اضافه معاه للقوام الرئيسي. يعني هو في الثلاث بطولات لو تيجي تقارن هو عنده 11 12 لعيب بيكونوا في احسن حالات، في نفس الوقت هو حط ايده على الهيكل الاساسي اللي يقدر يشتغل عليه. بجانب زي ما احنا بنقول كده هو بقى عنده رجالته، انه جاب عناصر متربيه على ايديه، عناصر من المنتخب للشباب كان طالع بيه، بجانب انه ضم عناصر تانية هو يثق فيهم، فعنده البالانس زي ما بنقول. وبنقع في مجموعه فيها السودان وزامبيا وكاميرون المرشح الاول للبطوله. احنا حظنا كده، المرشح الاول دايما لازم يكون معاك في نفس المجموعه، بس المره دي مش هتواجهوا في اخر ماتش، لكن هتلاعبهم في اول مباراه في البطوله. والكاميرون وايتو مش ناسين اننا كنا سبب في حرمانهم من كاس العالم 2006، بس معلش يا عم ايتو ونرزعهم 4-2 في اول مباراه. والاربع اهداف كانوا من الرجاله الجديده اللي انضموا معانا، حسني عبد ربه هدفين ومحمد زيدان هدفين. ومعلش لازم اوريك احتفال الستارز لمحمد زيدان، نوستالجيا والله. وبعد كده بتيجي مباراه السودان وبيحتفل ابو تريكه احتفاله الشهير تعاطفا مع غزه. وحابب افكركم بموقف المنتخبات العربيه لحظه خروج اخبار عن احتماليه ايقاف ابو تريكه لان التيشيرت عليه بيحمل شعارات سياسيه، وطبعا انت عارف لا سياسه ولا دين. المنتخبات العربيه وقتها ضغطت على الكاف وفيفا ان لو حصل اي ايقاف لابو تريكه هينسحبوا من البطوله، والكاف وفيفا جابوا ورا وابو تريكه كمل البطوله عادي. المنتخب بيصعد اول المجموعه وبنقابل انجولا في ربع النهائي وبنفوز عليهم 2-1، وخلاص مفيش حل، هنقابل كوتيفار في قبل النهائي. وكوتيفار ساعتها كانت بتكسب بال4 وال5 وبتقول لنا كل اللي فات ده كوم وانا اللي جاي. وقبل الماتش بنلاقي دروجبا بيعمل لنا كده. من الدوافع اللي عملها ان هو جاب لهم لقطه دروجبا
قال لهم بص الراجل بتعالى قوي ازاي. وبالشفا يا عم دروجبا 4-1. وتقريبا بعد الماتش ده دروجبا جاله عقده من منتخب مصر وعصام الحضري، ويلا بينا على النهائي ضد الكاميرون وايتو اللي مستحلف لنا وهدفه يتساوي معاك في عدد البطولات. بس طبعا زيدان قدر من كره ميته يستغل توتر سونج وبيعمل اسيست لابو تريكه وبيسجل هدف الفوز، ومبروك علينا اللقب السادس لمنتخب مصر. البطوله دي تقدم فيها احلى كوره ودمرت المنتخبات كلها وكسرت عقده الفوز خارج الارض، وهي اللي عملت لك هيبه في القاره وخلت اي منتخب يخاف يقابلك ويعمل لك الف حساب قبلها. والمنتخب وصل لحاله انك ما تقدرش تقول مين السبب في الاداء والنتيجه. صحيح حسني عبد ربه اخذ احسن لاعب في البطوله، بس الكل من اول المدرب للعيبه بيقدم المطلوب منه بانكار ذات غير طبيعي. وكمان المعلم في البطوله دي خلى مدربين المنتخبات الثانيه اللي مليانه نجوم بتلعب في افضل الدوريات يعترفوا بنظريه الاعتماد على المحليين. وكمان المهم ان الطريقه تكون مناسبه حتى لو في نظر الكل كانت طريقه قديمه. ده حتى مورينيو في النهائي كان حاضر في البطوله دي ومستغرب ازاي منتخب مصر بيقدم كره زي دي بالطريقه القديمه. بس انا شايف ان الجيل ده تقريبا الوحيد في القاره اللي خلى جماهير المنافس يشجعوه، مش بس عشان كورته، عشان روح المنتخب والعلاقه بين المدرب واللعيبه واللي كانوا بيعملوه في اي بلد يروحوا له، اللي اجبرت جماهير المنافس يحترموك قبل جماهيرك. والحمد لله قدرنا نبني جامع كبير هناك وموسع على الناس المسلمين هناك في غانا، ودي كانت من ضمن الحافز لينا ان يتلم حوالينا جماهير غانا الكبيره. البطوله دي منتخب مصر كان داخلها لاول مره وهو مش مستضعف، لانهم افريقيا 98 و2006 و2008 انت ما كنتش المرشح الاول، بس دلوقتي انت المرشح الاول ليها رغم فشلك في الصعود لكاس العالم بعد مباراه الجزائر في مدرمان. بس طبعا زي ما انت عارف اول لما تبدا بطوله لازم تبدا الشكوك. المنتخب لعبته كبرت، ده غير غيابات جزء كبير من القوام الاساسي للمنتخب لاول مره زي ابو تريكه وعمرو زكي الاصابه، كمان محمد شوقي بركات مش موجودين، وحمص بعد التالق في كاس القارات مش موجود، وكمان المعلم بيستبعد ميدو من البطوله بعد ما كان ضمه للقائمه الاوليه. هل النهارده في بني ادم عاقل في مصر كلها يقول ان ميدو مش المفروض يبقى موجود في منتخب مصر؟ وبيضم مكانه لاعب جديد في الاتحاد السكندري محدش يسمع عنه اسمه محمد ناجي جده، وطبعا ده زود الهجوم عليه. قبل اختيار الاسماء بيومين كنت انا قاعد مع كابتن حسن شحاته، فبقول له الاسماء وهتاخد مين ومش عارف ايه وكده، قال لي هاخد جده. قلت له يا عم جده مين؟ قلت له يا كابتن حسن انت غاوي مشاكل والاعلام هيهاجمك وواخد بقى واحد يعني جده برده مش باسم ميدو، فانا هاخد جده. هتشوف جده ده كريم عامل ازاي. القرعه بتحطك مع نيجيريا وبنين وموزمبيق وبتتاهل بالعلامه الكامله، وجده رهان حسن شحاته كل ما بينزل اخر ثلث ساعه بيسجل هدف وتقع قدام الكاميرون لثالث مره، وايتو بيقول لك تعالى لي مش كل مره. وقبل الماتش بيصرح ويقول ان منتخب مصر مش مرشح للبطوله، بس خلاص بقت لعبتنا وبنكسب 3-1 وسلم لي على الكاميرون وعلى اخويا ايتو. بس للاسف كده معناه انك هتقابل الجزائر في قبل النهائي اللي لسه حرمك من كاس العالم من كام شهر، وفي الوقت ده كان منتخب مصر ما قابلش اي منتخب عربي في الادوار الاقصائيه، وكمان احنا كنا عايزين نكسب الماتش ده باي طريقه حتى لو قصاده هنخسر النهائي بس نرد اعتبارنا. وفعلا المباراه دي كانت معركه، ومنتخب مصر يدينا 4 اهداف متعه وجمال ودلال، نكسب الجزائر في مباراه تاريخيه 4-0 تعوضنا عن عدم التاهل لكاس العالم، وكده معناه انك هتقابل غانا بجيلها المرعب اللي بعدها قدموا كاس عالم الدنيا كلها اتكلمت عليه في 2010. بس قبل المباراه بتحصل حاجه، عماد متعب المهاجم الاساسي للمنتخب بيحصل له اصابه، وكده معناه ان جده هيلعب اساسي. طب وفيها ايه؟ ما هو كده معناه ان كارت حسن شحاته اللي بيراهن عليه مش هيبقى موجود. بص احنا جايين مصر بعد البطوله، يجي لك مزق يجي لك شلل، ما عندناش مشكله، اقعد بقى تعالج في الناس شهر 2 3 ما عندناش مشكله، هتلعب انزل في الدقيقه 70. وفعلا متعب بيجي على نفسه ويبدا اساسي، وغانا كانت ماسكه مننا الملعب في معظم الماتش لحد ما البديل الذهبي جده ينزل ويعمل 1-2 مع زيدان ويسجل هدف الفوز ويعلن التتويج بالبطوله السابعه والثالثه على التوالي. وجده اللي الناس كلها هجمت كابتن حسن شحاته عليه بعد ضمه بدل ميدو بقى هداف البطوله من غير ما يلعب ماتش واحد اساسي، وجمله عايز تهده هات له جده بقت تتقال في كل مكان. صحيح دي كانت اخر بطوله لمنتخب مصر ومن ساعتها ما شفناش اي جيل بنفس المستوى، لكن الجيل ده بقياده المعلم حسن شحاته اتعرض لكميه انتقادات في كل بطوله، تشكيك وهجوم وبيكسب بالصدفه والتوفيق، بس هو عمل المعادله من البدايه ونجحت وقرر يكررها. صحيح الجيل ده ما كانش متخطط له وتكون بالصدفه، بس من غير مدرب بيقدر يلاقي طريقه مناسبه وعنده شخصيه ويقدر ياخد قرارات المعظم في وقتها كان شايفها غلط، وبيقدر يتعامل نفسيا وذهنيا مع اي لاعب مهما كانت قيمته، لدرجه خلت تقريبا كل اللعيبه اللي لعبت معاه قعدت دكه لبعضيها من غير اي مشكله، وحتى لو في مشكله وده وارد بيقدر يلمها. سر قوه الجيل ده كانت في وحدته واحساسه بتيشيرت منتخب مصر. طب يا شرنوبي طمني، نقدر نعمل جيل زي ده تاني ولا لا؟ يا حبيبي وعلي كل ما ليا طبعا نقدر. صحيح كواليتي اللعيبه مختلف والاسماء ما بقتش بنفس القوه، بس نقدر، لان الاسماء اللي احنا شايفينها قويه دلوقتي ما كانتش بنفس التقل والهيبه في الاول، هم اكتسبوها مع الوقت والخبره الدوليه. طالما ما عندكش كواليتي وما عندكش مشروع تقدر تبني بيه جيل المستقبل، دور على مدرب يقدر يعمل لك جيل زي اللي عمله حسن
حسن شحاته، مدرب زي كابتن ربيع ياسين نفس بروفايل كابتن حسن شحاته، راجل ملم بجيل الناشئين واجيال الشباب، عارف قدراتهم وعمل معاهم انجازات وطلع لك لعيبه كتير لمنتخب مصر وللانديه، وبشويه تنظيم وسيطره وروح ودعم نقدر نعوض جيل زي الجيل الذهبي. السر في انك لازم تعرف انت عايز ايه. اتمنى ان منتخب مصر يحقق البطوله السنه دي، وان تحقيقها من عدم تحقيقها ما ياثرش على الفكره العامه، واننا لازم نفكر في فكره زي اللي عرضناها او في مشروع لقدام يضمن لينا المستقبل. الاهم من النتيجه شغلك للنتيجه. بس كده، انا شرنوبي، اشكركم على حسن الاستماع، ولو في موضوع جه في دماغك وعايز نتكلم فيه ابعت لي الانستجرام، والى اللقاء في سهرات قادمه، وسلام.